اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ويوم جديد وروتين جديد مع قناه هلا حسنين. ونسمي كده بسم الله وندخل كده بقلب جامد على شغلنا. انت لسه نايمه؟ ده العيد على الشارع. يلا حبيبتي قومي كده. وكل يوم كده ان شاء الله بعمل معاكم حاجه جديده، كل يوم كده روتين جديد. النهارده ان شاء الله هروق كده اوضه العيال، نخليها جاهزه ايه على الفرش. ودخلنا بقى على السرير، كنت بقى اروقها بقى واسيبها ايه تبقى على الفرش على طول. شلت بقى السجاد كله اللي ورا السرير، شلت السجاد كله اللي ورا السرير واي حاجه كانت وراه، وقلت بقى ايه امسحها على طول كده، مادام تنظيفه حلوه يبقى نمسحها. جبت بقى ميه، كانت الكاميرا وقعت مني، تليفون. جبت بقى ميه بقى وقماشه ومسحتها بقى عشان المكان كده كده ضيق. مسحتها بقى بالميه حطيت في الميه حبه اومو كده ومسحتها. ونرجع بقى كل حاجه مكانها تاني، بس بحس براحة ونظافة بتبقى حلوة بصراحة لما تشيل حاجة من مكانها وتحطيها تاني. وده برواز بصراحة انا مش عارفة اعلقه فين، فركناه. ودي المكنسة برضو بحطها على جنب كده، يعني السجاد اي حاجة بقى مش عايزاها بحطها. دخلت بقى على السجاد، قلت ايه اركنه ايه ركنه ايه ورا السرير برضو، عدلته كده وركنته. ده سجاد يعني جديد، هفرشه برضو هستخدمه، فحطه برضو على جنب كده. فعشان برضه ما صعبش على نفسي الامور، كل يوم بعمل حاجه. يعني النهارده عملت الاوضه دي، بكره الصاله، بكره الاوضه التانية كده على طول. فشجعوني بقى بلايك وكومنت حلو كده، اكتبوا لي كومنتات كتير، انا بفرح لما بلاقي كومنت حلو. ودي كده ما كانتش معدوله، فكنت بلفها ايه بعدلها. وطلعت برضو على السرير عفوا على الشباك كده، فقلت انضفه كده تنظيفه حلوه والمعه يعني. فتحت الشباك بقى واديله ادي، مسكته رزع 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 لحد ما نضف. انا بنضفه على طول يعني، بس برضو يعني تنظيفة العيد لازم هعمله كده برضو. والستارة طبعا انا كنت لسه حطاها، فمش هشيلها يعني برضو عشان هي متبهدلتش ولا حاجة. وكنت هنضف برضو السرير كده تنظيف مبدئي، مش هخلي عليه حاجة. ودي طبعا بتاع الشباك، فقلت احطها كده الفرش عشان تحفظ لي الشباك طبعا ما يدخلش تراب. وكان انا عندي حاجات كتير تحت السرير، كان عندي الكولمان ده تحت السرير، فقررت اطلعه يعني واملاه، عشان انا بصراحة تعبت من ملء الازاز، فقلت هملى الكولمان واسيبه. مسكت كده السرير نفضته حلو، ورصيت بقى ايه الحاجات اللي هي بتتحط على السرير، الدباديب بتاع الاولاد وكده، وسبتها على السرير. واشيل بقى اي حاجة في الارض بقى، واشيل السجادة وامسح الاوضه واسيبها، يبقى كده الاوضه ايه حلوه. والدولاب بتاعهم طبعا انا مطبقاه ومظبطه هدومهم، وعلى طول بطبقه على طول يعني باستمرار. وشلت الكولمن طبعا برضو، خرجت عشان اغسله عشان هو كان مركون. والم السجاده بقى، لميتها طبعا، خدتها بقى نفضتها بره عشان كان عليها طبعا حاجات كده، فخدتها بصراحه على البلكونه ونفضتها. خدتها بقى على البلكونه كده ونفضتها تنفيضه حلوه عشان هغسلها. ومسكت الارض برضو كده بعد ما كنستها، مسكتها بقى ايه ما مسحتها برضو بالقماشة